هو ايه الفرق بين رب الناس وملك الناس وإله الناس؟ قال الله في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الرب هو المربي والموجه، الراعي والحامي سبحانه وتعالى، اللي بيربي البني آدم وبيرشده وبيوجهه للطريق المستقيم. الراعي والحامي يعني اللي بيحمي البني آدم وبيرعى أحوالهم وبيرعى شؤونهم. ملك الناس، الملك هو الحاكم والمتصرف، يعني هو سبحانه وتعالى اللي بيحكم الكون وبيتصرف فيه كيفما يشاء. إله الناس، الإله هو المعبود الذي تجب له العبادة دون غيره ممن سواه. عارف كده وانت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، العلماء بيقولوا يعني لا معبود بحق سواه. وخد بالك من كلمة بحق، لأن اللي بيعبد من دون الله عز وجل كتير، لكن المعبود بحق يعني لو انا عبدت حاجه وابقى انا كده على صواب، هو الله سبحانه وتعالى دون غيره. واي شيء يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى في سوره الناس قال رب الناس ملك الناس؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى رب الناس بس، يعني مش رب وملك لباقي الكون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا او خصص الناس عشان برحمته يدي لك احساس بمزيد من القرب. عارف اكنه سبحانه بيقول لك انا ربك انت، انا مربيك انت، انا حاميك وراعي شؤونك انت، انا املكك واتصرف فيك انت كيفما اشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قريب منك جدا. فلما تستشعر المعاني دي كده وانت بتقرا وبعد كده يجي لك البلاء تطمن وتعرف ان هو اكيد خير. ما هو سبحانه وتعالى الملك بيملكني انا، بيتصرف فيا انا، بيربيني انا، بيوجهني انا. فاطمن حتى لو البلاء شديد، اعرف واتاكد ان البلاء طالما من عند الله، من عند المربي، فاقول في نفسي اكيد خير. وساعتها اوقن بانه هو الاله المعبود بحق، هو وحده الذي تجب له العباده دون غيره. من شر الوسواس الخناس. يعني ايه الوسواس الخناس؟ الوسواس الخناس اللي هو الشيطان اللي موكل بالانسان. يعني كل انسان ليه شيطان بيزين له المعاصي والذنوب. هو مش بيجي يقول لك تعالى نعصي ربنا، هو مش هيقولها لك كده مباشره، لا، هو تلاقيه بيشدك وبيجرجرك كده واحده واحده وبيخليك تحس ان اللي انت بتعمله ده ما فيهوش اي مشكله. اللي هو يقول لك تعالى نشرب مسكرات وتلاقيه بيقنعك يقول لك يا عم فيها ايه المشكله، ده عنب. يجي يقول لك تعالى نغتاب فلان ونتكلم عليه وحش او نجيب سيرته بحاجه هو بيكرهها، يا عم ايه المشكله، ما هو اصلا وحش واحنا دلوقتي بنشتكي منه. يقول لك تعالى نتريق على فلان، على شكله، على وظيفته، على حاله، وبعدين يقول لك ايه المشكله، ما احنا بنهزر، وهو اكيد مش زعلان. تلاقي الفكره كده نطت في بالك مره واحده. فكل انسان له شيطان او قرين لا يألوه جهدا في الخبال. يعني القرين ده مسخر نفسه وجهده وكل ما اوتي من قوه عشان يوقعك في المعصيه. لا يألوه جهدا في الخبال، بيبذل اقصى مجهود عنده عشان يوقعك في الذنوب. خد بالك كده من الجمله دي عشان قبل ما تيجي تعصي ربنا بعد كده تفكر الاول ان في شيء انت مش شايفه واقف بيتفرج عليك وهو مبسوط جدا وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، وفخور انه نجح وبينجح في انه يخليك تعصي ربك عز وجل. من شر الوسواس الخناس. طيب هو ليه سمي بالوسواس الخناس؟ الوسواس الخناس اللي هو الشيطان بيوسوس ليك بصوت خفي مش مسموع، بيرمي في قلبك، يعني بيرمي في خاطرك الافكار، تلاقي الفكره كده نطت مره واحده طالعه في قلبك. والخنوس اللي هو الاختباء والرجوع، يعني هو كده بيخنس، بيختفي وبيخاف لما المؤمن بيذكر ربه عز وجل. فهو الشيطان ده من طبعه الخنوس او الخوف والرجوع والاختباء. عارف في قول الله سبحانه وتعالى لما الشيطان كان بيكلم ربه عز وجل بيقول الا عبادك منهم المخلصين، الشيطان نفسه عارف نفسه ان هو هيؤمر الناس الانس والجن ويوسوس لهم بالمعاصي، لكن هيجي عند عباد الله عز وجل المخلصين الطائعين اللي هم بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى كتير، خلاص دول ملهوش حل معاهم، مش هيقدر عليهم. كل ما الشيطان يقرب من واحد فيهم فالمؤمن بيذكر ربه عز وجل، فالشيطان بيخاف ويخلص، بيرجع بيجري بيختفي. فهو عارف ان العباد دول مش هيقدر يقرب لهم. اللهم اجعلنا واياكم منهم. الذي يوسوس في صدور الناس، اللي هو الشيطان اللي كل عمله الوسوسه في صدور الناس. من الجنه والناس، الجنه اللي هم شياطين الجن ابليس وذريته، والناس الناس اللي هم البشر اللي بيعينوا الناس التانيين على المعاصي او بيأمروهم بالذنوب. ما هو في شياطين خفيه اللي هم شياطين الجن، وفي شياطين احنا شايفينهم اللي هم الناس اللي بيأمروا الناس التانيين بالمعاصي وبيزينوا الذنوب في عينيهم. فسبحان الله الامر هنا بالاستعاذه من هؤلاء الاشرار اللي هم شياطين الجن والانس. طب احنا بنقول ان كل انسان له شيطان او قرين بيزين له المعاصي. طب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كمان كان ليه قرين بيأمره بالذنوب والمعاصي؟ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه، يعني ما فيش حد فينا الا ومعاه قرين اللي هو الشيطان، يعني اللي بيأمرك بالمعاصي. فقالوا وانت يا رسول الله، سألوه يعني حتى انت يا رسول الله معاك قرين بيأمرك بالذنوب؟ فقال نعم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كمان
معاه قرين، ولكن ربنا عز وجل أعان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على الشيطان يعني، لحد ما القرين ده أسلم. فمش بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. هو ليه المعركة دي بين بني آدم والشيطان؟ وليه ربنا أصلا أذن بالمعركة دي وأذن بيها بطلب من إبليس نفسه؟ ابليس هو اللي طلب من ربنا سبحانه وتعالى الطلب ده، اللي هو تبقى فيه معركه بين الشيطان وبني ادم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي سمح بده. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ودي مشقه بصراحه، يعني الواحد قصاد نفسه وشهواتها والدنيا ومغرياتها، ويجي كمان فوقيهم الشيطان، الامر صعب شويه بصراحه. نقول الامر ببساطه شديده ان السماح بحدوث هذا الامر دي لحكمه ربنا سبحانه وتعالى اللي يعلمها. لكن الجانب المهم اللي لازم ناخد بالنا منه كويس قوي، ان في وسط الوسوسه دي وشياطين الانس والجن، ربنا سبحانه وتعالى ما سابكش لوحدك، ده حط ليك الحل بين ايدك وقال لك قل اعوذ برب الناس. بس الامر سهل جدا، وده كمان يدي لك احساس بان ربك عز وجل هو المسيطر. يعني المعركه دي محسومه اصلا من قبل ما تبدا، لمن اتخذ الله عز وجل وكيلا. يعني انت متخيل الفضل الكبير؟ انت في منافسه ومعاك مقومات الفوز في المنافسه دي، والمقومات دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دلك عليها، وكل ما تستخدم مقومات الفوز دي اجرك وثوابك بيزيد. تخيل. لا وكمان قال لك ايه؟ خصمك ده ضعيف جدا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واصلا كلمه الكيد دي بتستخدم مع الضعيف، اللي مش بيقدر يواجه وبيعمل كده حاجات في الخفاء او من تحت لتحت، يتقال عليه كياد او عنده كيد، فهو ضعيف. ولذلك قال لك ايه؟ الوسواس الخناس. هو بيوسوس لان هو قاعد مترقب مستنيك. وسواس كثير الوسوسه، ودي صيغه مبالغه، يعني هو قاعد مترقب طول حياتك، مش هيستنى لحظه واحده الا وهيوسوس لك فيها. ولكن قال لك في ظهرها ايه على طول؟ الوسواس الخناس. خناس بيجري، هيختفي في ثواني. اذكر انت بس كده ربك عز وجل هتلاقيه جري على طول. يعني قول كده دلوقتي، قول اعوذ بالله، قول سبحان الله، الحمد لله، قول لا حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى، هو دلوقتي خنس بجد والله فعلا، هو دلوقتي خنس، اختفى، جري. هو جري وانت دلوقتي انتصرت في الجوله دي وخدت كمان اجر. شوف سبحان الكريم. ولو شيرت الفيديو ده وغيرك استعان بالله هتكسب اجر تاني، وغيرك برضه هيفوز في الجوله دي وهياخد اجر، وانا وانت هناخد اجر. ولو واحد عرف القصه بتاعت المعركه دي وفضل كل شويه يتمسك بمقومات الفوز ويذكر ربه عز وجل، شوف بقى كام مره هيفوز في الجوله، وشوف انا وانت هناخد اجر وثواب قد ايه. سبحان الله، ثواب واجر واحنا قاعدين مش بنعمل اي حاجه.